قال لك ايه؟ النادي الاهلي راجع من جوهانسبرج وهيلعب بعديها ب3 ايام من جوهانسبرج اللي هي 7 ساعات وبتاع، فلازم هنأجل الماتش، مع ان انت ممكن تلعب بقطاع الشباب والناشئين. نفتح مجال تاني للتأجيل، نفتح مجال تاني فانزل بيان، فالرابطه ترد عليا ببيان، فامبي ينزل بيان، فايه كله يسقف. ايه بجد والله انتوا مش عايزين نظام خالص. يعني سبحان الله يا اخي، باين عليك وانت بتتكلم في حقد وغل تجاه النادي الاهلي. انا ما شفتوش قبل كده والله، الحقد والكره اللي جواه تجاه النادي الاهلي انا ما شفتوش يا حبيبي. كاس رابطه ايه؟ انا بقول لك راح العب انتر كونتيننتال، هيتاجل لي في الدوري، هيتاجل لي في كاس مصر، ومش عايز العب يا اخي البطولات دي. انا واحد من الناس شايف ان الدوري المصري قليل على النادي الاهلي. انت باين عليك وانت بتتكلم محروق. انا عارف ان ده اسبوع صعب على كل الاعلام الزملكاوي، اسبوع صعب جدا. عارف الاهلي وانشيلوتي بيتكلم عليه، جوارديولا، كل انديه العالم بتبص للنادي الاهلي. النادي الاهلي هيلعب افتتاحيه كاس العالم للانديه. كاس العالم ده مختلف تماما، عشان كان الناس عماله تقول لك ايه يا عم دي كاس عالم، دي بطوله كده شرفيه، يعني ايه بطل اوروبا يجي يلعب النهائي قبل النهائي والنهائي على طول؟ ده عشان كاس عالم بجد، كاس عالم حقيقي. النادي الاهلي كمان هيلعب بالبطوله، المباراه الافتتاحيه للبطوله. فده اهم الحرقان عند الاعلام الزملكاوي. عندكم مشكله مش قادرين تتاقلموا معاها، ان النادي الاهلي هو اكبر قلعه رياضيه في الشرق الاوسط كله. النادي الاهلي هو القلعه الرياضيه الوحيده اللي رايح كاس العالم. ده بنتكلم في افريقيا، رايح كاس العالم بدون استثناءات. هو الراجل ده بطل دوري ابطال افريقيا، واخد 4 من اصل 5 بطولات، واخر 5 نهائيات الاهلي لعبهم. مش قادرين تستوعبوا ده. فلازم يا كابتن خالد انت وبعض الاعلاميين الزملكاويين تستوعبوا ان النادي الاهلي واقع، امر عليك، كابس عليك، ضاغط عليك. النادي الاهلي كيان كبير، فانت عندك غل تجاه النادي الاهلي، عندك كراهيه، فباين قوي من لغتك. ولا بناشد النادي الاهلي ولا كاس الرابطه ولا اي بطوله ممكن تعمل تسويق للكره المصريه الاهلي يلعبها. لو انتوا بقى بتتكلموا على الوطنيه ومش عارف ايه، احنا بنشوف الكابتن احمد حسام ميدو طالع النهارده يقول لك ايه ده هعتذر، بس في نفس الوقت لو اتسالت السؤال هقول نفس الكلام، مش هشجع غير ازاي. يا كابتن احمد حسام ميدو، جمهور النادي الاهلي لما طلع اتكلم عليك قال لك يا ريت تشجع فرقتك، مالكش دعوه بالنادي الاهلي، لان انت مجرد ما بتذكر اسم النادي الاهلي باي حاجه شو بيجي عليك، الاعلام بيجي عليك. ما تقوليش اصل انا لعبت في الدوري الهولندي وانا احمد حسام ميدو. انت مجرد اسمك يرتبط جنب النادي الاهلي فانت بتتعرف. معلش انا اسف كابتن احمد حسام ميدو، انت لازم برضو ايه تبقى كده بتتفرج على الزمالك وتديهم نصايح. ايه المشكله اللي عندكم؟ عايزين نجيب باك يمين، عايزين نجيب خط نور، لو انت بتحب الزمالك. لكن هي قصه الشو والاعلام والترند وازاي انا اطلع ترند، ان انا امسك في تيشيرت النادي الاهلي واقعد اشد والناس تقول ايه احمد حسام ميدو مش هيشجع. يا راجل احسن هشجع الاهلي. ال 70 80 مليون اللي في مصر، الجمهور اللي بره مصر في النادي الاهلي مستنيك انت تشجع النادي الاهلي. خليكم بس يا جماعه كده اهدوا، وممكن تروحوا الصيدليات في مشكله هناك، لو في حاجات بتهدى الاعصاب تروحوا اي صيدليه ربنا يكرمكم والله زي ما بكلمك، تجيبوا حاجات كده تهدى اعصابكم. لان يعني الحرقان تجيبوا اي حاجه كده من الصيدليات، لان اللي جاي تقيل. اسمع يا كابتن احمد حسام ميدو، والاي اعلامي زملكاوي حاقد وليس محترم، اللي جاي كله حرقان. اهو عليك.